ولحتى نتخلص من هيك نظام قاتل وهيك نظام مجرم وهيك نظام تعسفي. نحن كلياتنا مدينين لشهدائنا، وهدول شهدائنا ما بيصير بس يكونوا بلوحه او بصوره، هدول شهدائنا موجودين بقلوبنا. ونحن جايين لنحكي كلمتين، نحن بنعاهد الله اول شيء، وبنعاهد شعبنا، وبنعاهد اهلنا، وبنعاهد اهل شهدائنا انه ما راح تتوقف ثورتنا. مهما سمعتوا او مهما شفتوا ما راح تتوقف ثورتنا، ولا تنتهي ثورتنا الا باسقاط بشار الاسد، واسقاط نظام بشار الاسد، ومحاكمه كل اسلام بشار الاسد. وكل شيء بيحكي غير هيك بيكونوا مجنون. والقرار اول واخر لكم انتم الشعب، انتم اهلنا، انتم اصحاب القرار، وانتم اصحاب الكلمه، ونحن كلياتنا بامرتكم انتم. تكبير! انتوا اهالي الشهداء، انتوا اخوات الشهداء، انتوا اباء الشهداء، انتوا اللي حضنتونا، انتوا اللي شجعتونا نقاوم هذا النظام ونوقف ضد النظام، انتوا اللي وقفتوا بظهرنا ضد هذا النظام. ونحن جايين لنعاهدكم ونقول لكم نحن معكم، ونحن اولادكم، ونحن اخواتكم، ونحن رح نكمل المسيره، ورح ندفع اللي تخلص من بشار الاسد، هذول العصابي. نحن بنوعدكم انه ما راح نوقف لنتخلص من بشار الاسد، وبنعاهد الله على متابعه المسيره. وهذا دم اللسان ان كان في اللطامي او باي مكان موجود على الاراضي السوريه، واجب علينا كلياتنا نتابع مسيرتنا ونتخلص من هيك نظام مجرم. تكبير! الكل بيعرف انه الشهداء موجودين بقلوب الكل، وصعب نحكي كلمات هلا بنعبر فيها لاخوات الشهداء ولاباء الشهداء. هلا شفنا البنت الصغيره اللي هي بنت شوقي الله يرحمه ويتقبله من الشهداء. امين. هاي بنت من عشرات الاولاد اللي موجودين عندنا خلفتهم المجزره. طبعا المجزره مو بس المجزره ب7 و9 نيسان خلال الثوره السوريه. هاي البنت صعب نحن نعبر لها او صعب نعوضها على اللي راح، صعب نحكيها اي كلمه وصعب تفهمنا. هاي البنت الصغيره هاي يطلع لها حق عنا كلياتنا، نحن اول شيء وانتم ثاني شيء. بتوجب علينا ان نتابع مسيرتنا، بتوجب علينا ما نوقف، بتوجب علينا نكون صح، بتوجب علينا نتخلص من هذا النظام. يعني الواحد يعني ما عندنا كلمات تعبر يعني عن شعورنا باتجاه هذول الاطفال او باتجاه الارامل اللي فقدوا اهاليهم من مجزره اللطامي او يوم بمجازر اللطامي. اكثر من مجزره صار خلال القصف وخلال الضرب، وكلها ناس ابرياء ومدنيين. النظام جه وضربهم وقتلهم، ما خلى شيء اللي بستعمل ضد هذول الاهالي. ذبح الطفل قبل ما يذبح الزلمه، ذبح المراه قبل ما يذبح الفتيار. ما في كلمات تعبر عن هيك نظام مجرم، وما عندنا كلمات تعبر عن حزننا وقلبنا اللي موجود مع هدول الاهالي. الله يعطيكم العافيه. بتمنى هدول الشهداء يكونوا بقلوبنا مو بس بساحات المظاهرات. بتمنى كل صورة طفل او رجل او مرأة راح خلال الفترة الماضية يكونوا صورته موجودة بقلبنا، ونحافظ عليهم ونضل ذكرتهم. طبعا ذكرتهم بتكون صحيحه وقت نحن ما بنخلي دماء تروح حدا، ما بنخلي الدم اللي قدموه ما يكون في له نتيجه اللي هي محاكمه الخنزير هو واسلامه وعصابته. الله يعطيكم العافيه والله يجزيكم خير.